في ناس محتاجة تسمع الكلمتين دول. لو انتي من الشخصيات اللي بينجذب ليها الحيوانات والأطفال وبتعرفي تتعاملي معاهم وبيخافوش منك، أو لو قعدتي وسط جروب من الناس انتي أول مرة تشوفيهم في حياتك، والناس دولت لقيتيهم بيرتاحولك في الكلام وبيحكولك أسرارهم الشخصية وحياتهم الخاصة من أول قعدة كده، أو في المجمل الناس بتبصلك كده وتحس إنها مرتاحالك، فتأكدي إن انتي أو انت من الشخصيات اللي بيطلق عليها هاي ديفا أو هاي فايبريشنال ديفا. الشخصيات دي للأسف بتكون عرضة انها تجذب الناس التوكسيك او الناس النرجسية، يعني لان الناس النرجسية او الناس التوكسيك بيكونوا ما بيحبوش الاتنشن يكون على حد غيرهم فقط، حاجة بتحرك نواقصهم. فلما تلاقي حد بيكرهك من غير سبب او بيلقح عليكي بالكلام بدون سبب وانتي متأكدة انك ما عملتيش حاجة للشخص ده، فاتأكدي ان انتي من الشخصيات الهاي ديفا اللي روحها حلوة وصافية من جوه. الكلام ده ينطبق على البنات والولاد، فالمفروض ان دي حاجة تفرحك ان انت ليكي اعداء بدون سبب.